معادنا الليلة مع واحد من أهم المضحكاتية المعاصرين، الجميل المبدع محمد ثروت، في مسلسل فارس بلا جواز. ياه، للدرجة دي؟ وأكتر. ياه. أحداث المسلسل دارت حوالين فارس اللي بيورث من جده قرية سياحية كبيرة، لكن جده بيحط شرط إنه لازم يتجوز عشان ياخد الورث. وفي كل حلقة من المسلسل اللي أخرجه معتز حسام بيحاول يشوف عروسة جديدة. باشا، يا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. أما نجمنا محمد ثروت فبيلعب دور زهدي. انا غايتي ان انت تدفع فلوس الضرايب، ابوس ايدك ادفعها وخلصني. وانت يا سلام بتستنصح عليا وعامل نفسك فاقد الذاكره، قال يعني هسيبك. نصاب جاي ينصب على فارس ويفهمه إنه مأمور الضرايب، ويفضل كل حلقة يضغط عليه عشان يدفع له مبلغ كبير جدا. يا أستاذ زهدي، يعني أنت يعني يرضيك؟ يرضيني طب يخلصك يعني؟ يخلصني طب ينفع يعني؟ ينفعني. يعني أنت هتحجز؟ ايوه هحجز يا سيدي يا اما تدفع. محمد ثروت قدر في وقت قليل جدا إنه يرسم ملامح شخصية كوميدية شعبية بسيطة لازمته في كل أدواره تقريباً، وبقت مهمة لأي عمل كوميدي عايز ينجح. زي التوابل ما بتنقل الطبخة في حتة تانية خالص. سأعود بشكل او باخر. سلام يا سعاده الباشا، سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناه. عشان كده بقى ثروت واحد من أهم المضحكاتية في الوقت الحالي، سواء في السينما أو على الشاشة الصغيرة، وأكثرهم شعبية وجماهيرية بين كل المضحكاتية.